بنت بتحب القصص الخيالية وخصوصا قصة سندريلا، وبتتمنى تتجوز أمير وتشتغل مع مدير بيكره الحب والجواز. بيبدأ المسلسل ببطلتنا واسمها شينجاي، وهي بتجري في المستشفى وبتدخل أوضة وبيكون أبوها بيطلع في الروح، وبتبقى مش مستعدة إنه يموت ويسيبها في السن الصغير ده. واقف حوالينه ست وبنتين، وبينده لها وبيقول لها حاجة في ودنها وبيموت على طول. وبنعرف إن أبوها اتجوز واحدة بعد مامتها واسمها هوانج، ومن أول ما شافوا بعض حبوا بعض واتجوزوا، وكان عندها بنتين. وبعد الجنازة هوانج بتبقى منهارة من العياط ومش عايزة لا تاكل ولا تشرب. ورين بتفكر إن هوانج فعلا كانت بتحب أبوها قوي، وإنها لازم تمشي علشان ما تقولش عليهم. وبتدخل أوضة وبتفتكر كلام أبوها قبل ما يموت، وهو بيقول لها إنه سايب لها هدية في الدرج التاني. وبتدور لغاية لما بتلاقي ورقة عند وظيفة مديرة ملائكة في جنة تشونغدام، وكاتب رسالة في ظهر الورق إنها تاخد الطريق السهل وتشوف راجل غني وتتجوزه، وإنها تبقى سندريلا. فبتتعصب وبترمي الورقة. وبنروح لتشونغدام وبتعرف إن اللي بيدير المكان وريث لعائلة غنية واسمه مونتشا، وده بقى بيكون بطلنا اللي معاه فلوس كتير ومش بيفرق معاه وصارة المكان المستمرة، ومازال فاتحة لأنه مش بيرضى يدخل أي حد في المكان، وبيختارها على الفرازة، وكمان زود المرتبات 10%. وبنشوف ريم قاعدة مع صاحبتها واسمها سون، وبتتكلم معاها إن أبوها ما سابلهاش حاجة، وإنه كان مالوش لازمة في حياتها، وإنه فعلا الجواز يخرجها من المشاكل اللي هي فيها. وبالليل بتحلم بأبوها وهو بيديها قرع، وبيطلع منه أغصان بتربطها، وبتقوم مفزوعة وهي ملفوفة في الغطا. وبتدور على النت على معنى القرع في الحلم، وبتلاقي إنها تبقى غنية وسعيدة. وبتكلمها صاحبتها وبتقول لها إن في فرح صاحبتها في جنة تشونغدام، لأنها هي واللي هتتجوزوا أعضاء هناك، وبيتحمسوا قوي إنهم يروحوا علشان مش أي حد بيدخل هناك. فبتروح ريم لتشونغدام وبتنبهر بالمنظر من بره. ومون بيدخل المكان وبنعرف إنه دايما حاسس إن في حد ممكن يأذيه، وإن البشر هم أساس الخطر في الحياة. وبيشوف واحد داخل بورد المكان وبيشك فيه. وفي أوضة العروسة بتبقى بتتصور مع أصحابها، وبيدخل راجل وبيحاول يشدها تقوم معاه علشان ياخدها ويمشوا لأنه بيصحى. فبيدخل مون وبيضربه لغاية ما بيغمى عليه. فبتطلع العروسة مع أبوها وريم وبتشوفها وبتتخيل نفسها مع أبوها، وبعد كده بتتقدم لها كيك على شكل قرع. فبتفضل تقطعها كتير وهي متعصبة. ومون بيبقى واقف مع المساعد بتاعه اسمه يونغ، وبيقول له إن الستات عاملة زي الحجارة، وبقى بيلف بعينيه في المكان، وكل ما يشوف ست وهي بتحاول تخليه يعجب بيها وهو بيتخيلها حجر. وبيقرر يمشي وبيمسح الأسد بتاعه في مقبض الشمسية اللي معاها على طول، والمنديل بيطير وبيروح ناحية ريم اللي بتفرح بيه قوي إنه براند. وفي بيت ريم وهم قاعدين على ترابيزة الأكل، وبتقول لهم هوانج إنها حامل. فبتفتكر ريم الحلم وبتعرف معناه، وبتقول هوانج بفرحة إنه جوزها كان أحسن راجل في الدنيا. وبتبص للخاتم وبتقول إنه رغم إنه ما كانش معاه فلوس إلا إنه جابوا ليها. فبتفتكر ريم في العزة واحد من صحاب أبوها، وبيقول لها إنه مدين أبوها، وبتفكر بتحسر إنها ورثت ديون. وبيجي ناس بتعين البيت من البنك بسبب أبوها، وبيبدأوا يسلموا حاجتهم. وبتشوف من ضمن الحاجة كراسة رسم، وبتفتكر وهي في المدرسة إنها كانت موهوبة في الرسم، وكان في محاضرة بفلوس $1000 وما كانش معاهم وما كملتش بسبب كده. وبتحاول تصبر نفسها إنه مش نصيبها. وهي طالعة ترمي الحاجة بتسمع هواجين، ودي بنت مرات أبوها، وبتتخانق مع هوانج إنهم هيمشوا بسبب جوزها، لكن بتقول لها إنه كان بيضمن خالتها وإنه عمل كده علشان ما تخسرش أختها. وبتنزل ريم ترمي الحاجة وهي بتفكر تتصرف ازاي، وانها ملهاش مكان تروح له. وبيتنقلوا للبيت الجديد، وبتقعد ريم مع هواجين في نفس الأوضة، وبتقول لها انها هتنام على الأرض. وهوانج بتقرر تستمر في شغلها اللي هو زومبا، بس وقت التمرين بيغمى عليها وبينقلوها المستشفى. وبتروح ريم للمستشفى مخضوضة، والممرضة بتطمنها انها بس محتاجة ترتاح. وهوانج لما بتفوق بتقول لها انها بتحبها ومش هتفرق في المعاملة بينها وبين بناتها. وبتقول لها ريم ان ابوها عارف انها حامل وانها حلمت بقرع، فبتعيط وبتحضنها. وبتفكر ريم انها ازاي هتحافظ على العيله وتجيب فلوس منين. وبتقرر انها لازم تلاقي شغل، وبتفتكر اعلان الشغل اللي ابوها كان سايبه لها وبيبقوا فاضل شهر. فبتقرر تخس على مدار الشهر علشان البليزر يقفل عليها. وبتلعب رياضه طول الشهر، وبعد 25 يوم على اخر الشهر بتلبس البليزر وبيقفل، وبتفرح جدا. بس بيتقطع، فبتقرر انها هتكمل باقي ال5 ايام من غير اكل. وبالليل في ليله المقابله بتبقى خالص ميته من الجوع، وبتاكل هي وهواجين اكل كتير. ولما بتقوم تاني يوم من النوم بيبقى وشها منفوخ من الاكل، لكن بتقرر انها هتروح برضه في تشونغدام. وبنشوف مون وهو بيشوف قائمة المتقدمين للشغل، والمساعد بتاعه بيتكلم معاه عن الحب، لكن مون بيبقى مش مؤمن بالحب. وبنعرف انه متكفل بأطفال وبيعتبرهم اولاده. وبتلبس ريم جزمة اختها التانية اللي اسمها سوجين، وبتبقى على قدها وبتروح لتشونغدام. وهي طالعة بتجيلها رسالة من سون انها حظها هيبقى حلو وتعمل زي سندريلا وتوقع جزمتها وهيجيلها امير. فبتضحك ريم من كلام صاحبتها، لكن وهي بتطلع بتوقع الجزمة من رجلها، وبتقعد وبتنزل علشان تجيبها
بيجيبها، فبتلاقي مون طالع وهي في ايده وبيقول لها انه هيقضيها، فبتفكر ان الحظ ضحك لها وانه اعجب بيها، فبيقول لها انه بيهزر معاها وانها سرقت قلبه وكده، لكن وهو بيقول لها انها حاولت تقتله والجزمه وقعت على راسه، وبتتصدم منه وبتقول له انه ما كانش قصدها، بس مش بيصدقها، وبيفضل ماسك الجزمه وبيقول لها انه بيحب حياته لانه لسه في ملذات في الدنيا ما استمتعش بيها، وهي بتتعصب وبتاخد الجزمه وبتزقه وهي بتقول له انها دلوقتي قصده، وقبل ما يقع بتمسكه بتقول له انها كده انقذت حياته وخلاص. فبتطلع لمكان المقابله وبتشوفه قاعد وبتتصدم وهو بيضايقها، فهي بتقول له انه بيخاف من الموت وبتدعي عليه انه يجيله برق يكهربه من راسه لرجله وبتمشي. وبينزل مون بعد شويه من المكتب، وبنعرف من كلام الموظفين انه دايما عنده خوف من حد يهجم عليه من ظهره، وعشان كده دايما بتبقى معاه شمسيه اللي عليها الاسد. وبيفضل مون طول اليوم يفتكر اللي حصل في المكتب وشايف ريم في كل مكان في الشقه، وكل ما يتحرك يشوفها قدامه. وتاني يوم الصبح بيبقى مون مش عارف ينام طول الليل، وفي نفس الوقت بنشوف ريم وهي بتحاول تلاقي طريقه تجيب بيها فلوس، وبيجي لها اتصال من مون وبيقول لها انه عايز يشوفها، ولما هي بترفض وبتقول لها انها مش عايزه تشوفه، فبيقول لها انه موافق على انها تشتغل معاه، فبتساله هو اللي بيعمل كده، وبتقول له انها مستحيل تشتغل مع واحد زيه، وبعد كده بتقول له انه اكيد فاكر انها هتقول كده، لكن في الحقيقه هي موافقه، فبيستغرب من موافقتها، وبيتفقوا انهم هيتقابلوا في المكان. ومون بيفضل يدور على لبس تكون البنات بتكرهه لغايه لما بيستقر على بدله وحزام شكله وحش، وبيوصل للشركه في نفس الوقت وصلها، ولما بتشوفه بتكلمه بطريقه مهذبه جدا، فبيقول لها كل ده علشان الفلوس، وهي مش بتنكر وبتقول له انها عايزه تتعامل معاها عادي، وتقول له اللي بتفكر فيه، فبتبص ناحيه الحزام وبتساله لو ده حزام العفه، فبيستغرب وبيقول لها شافته ازاي حزام عفه، فبتقول له ان الحزام ده هيبعد عنه البنات، وبتسيبه وبتدخل وهو بيتعصب وبيقلع الحزام. ولما بيدخلوا الاربع موظفين بيبص لهم وهو بيعرفهم انها الموظفه الجديده، وانهم بيجهزوا الحفله وبيقعدوا مع بعض وبيلعبوا لعبه طفوليه ان كل واحد بيقول اللي بيفكر فيه، فبتستغرب ريم لانها لعبه طفوليه، فبيقول لها المساعد انها تقول اللي بتفكر فيه، فبتقول له سندريلا. وبيستغرب كل اللي موجودين وبيروح مول لمكتبه وبيكلم نفسه انه كان فاكرها مميزه لكن تفكيرها زي الباقيين، وبيبص لضفره وهو مكسور من جوه، وبيقول يونجر ريم ان البنت اللي كانت شغاله قبلها كانت سندريلا واتجوزت ومشيت، وانها كده مش بتشتغل، وبيلومها انها قالت كده، وهي بتقرر تدخل تكمل مع مون، ولما بتدخل بيقول لها انها خدعته، فبتقول له انها ما خدعتوش، هي عايزه بس الشغل ضروري وعايزه تتجوز شخص كويس فكان لازم تشتغل هنا، فبيقول لها انها انتهازيه وبيكرهها هي وكل اللي زيها، فبتقول له ان ظروفها اجبرتها على كده، فبيقول لها انه مش حل المشاكل ومش راضي انها تشتغل معاه، فبتحاول تقنعه، فبيقول لها انهم يتراهنوا والكسبان يتحقق طلبه، وبيروحوا لنهر الهنا علشان يشربوا، واللي يستحمل يشرب اكتر هو الكسبان، وهي بتحاول تفتح الزجاجه مش بتعرف، فبيتريق على قوتها وبيتحداها يلعبوا ريست، وهي بتحاول تشد ايده بايديها الاتنين مش بتعرف، لكن بتشوف ضفره فبتتخض وبتفتكر انها اذته، لكن بيقول لها ان الموضوع قديم، فبتقول له اكيد وجعه، فبيفتكر وهو صغير لما وقع على صباعه وبيتخبط في ازاز من الارض، وبتبدا ريم وبتشرب الازازه كلها مره واحده، وهو بيبقى مصدوم وبيشرب هو بعدها، لكن مش بيستحمل طعمها، وبيقول لها انها كسبت الرهان وبيمضي على عقد شغلها، وبيستمروا في الكلام وبيسالها عن سبب انها عايزه تبقى سندريلا، فبتقول له ان اسهل واسرع حل للمشاكل اللي عندها وانها تتجوز وانها تلاقي الحب وتديه، فهو بيرد عليها انه مش مؤمن بالحب او الجواز، فبتعترض على كلامه وبتقول له انه كل بني ادم ليه حق في تلقي الحب علشان بس يعرف يعيش، فهو بيقول لها انه بيدي لنفسه الحب اللي محتاجه، وبعد وقت شرب سوائل كتيره ومون بيبقى مستمتع بالكلام معاه والجو، لكن ريم بتقوم علشان تمشي، لكن بيكون لسه بيخلص اخر كنز، وبيقول لها ما ينفعش تقوم ومديرها قاعد، وهي بتبقى عايزه تدخل الحمام، فبتاخد الكنز وبتشرب كل اللي فيها، وبتقول له كده خلاص انت خلصت، وبتقول له علشان تمشي لكن مش بتعرف تتحرك علشان لازم تدخل الحمام، فبيسأل عن سبب وقفتها، فبتقول له يبقى الحمام بعيد جدا، وبتطلب منه يمشي وهي هتتصرف، وبعد اصرار منها بيمشي لكن بيرجع تاني وبيديها الشمسيه تمسكها وبيشيلها وبيجري بيها على الحمام، وبتدخل الحمام، ولما بتيجي تطلع بتشوفه وبتتكسف انها تقابله بعد اللي حصل، لكن بتطلع وبتشكره، وبتيجي واحده اسمها دانا وبتقول له انها عماله تدور عليه وانه مش معقوله مش عارفه تقابل خطيبها، فبتستغرب ريم انه خاطب وما قالهاش، وكمان قال لها قبل كده انه مش محتاج زوجه او حبيبه في حياته، وبتمشي ريم على طول وبتسيبهم مع بعض، وبيحاول مون يوقفها، لكن بتمشي ودانا بتقول له انها جاتها كل المسافه دي كلها علشانه، فبيقول لها وهو بيبص على المكان اللي مشيت منه ريم انه ما كانش فيه داعي انها تيجي، فبتتغير طريقه كلامها من الرقه للحده انهم مخطوبين مصلحه علشان الشغل وعشان هما الاتنين ما يتجوزوش حد تاني، وانه لازم يحترم العلاقه دي حتى لو كانت كذب، وفي بيته بيبقى مش عارف ينام علشان عمال يفكر في ريم، وبيحاول يلعب رياضه لكن بيبقى حاسس بمشاعر ناحيتها، وفي نفس الوقت ريم بتكلم سون
وبتقول لها انها اشتغلت، وسون بتقول لها انها دلوقتي شغاله فويس اوفر على اليوتيوب وتعمل لها اعجاب على الفيديو علشان يجيب مشاهدات. وبيجيبوها تاني وريم بترخم عليها وبتقول لها هتفكر. وتاني يوم الصبح بنشوف دانا قاعده مع باباها وهو بيرسم، وهي بتطحن له الحبر وبيسالها عن منى وميعاد جوازهم، وهي بتكسر القالب اللي في ايديها وبتتعصب وبتقول له انه عارف انه خطوبتهم قدام الناس بس وبلاش يعصبها، وابوها بيبقى خايف منها وبنعرف انها بتتعصب بسرعه، وكل اللي في البيت بيعملوا لها الف حساب. وفي جانب تشونج دام بتوصل ريم في نفس وقت مون وبتبقى عايزه تدخل، لكن بينده لها وبيقول لها انها المفروض تشكره على الاقل، فبتقول له انها كانت هتشكره بس خطيبته جت وما عرفتش. وبعد كده بتساله هو ليه ما قالهاش انه خاطب، فبيرد عليها انها مش فارقه كده كده، مش هتوقعه في حبها. فبتتريق عليه وبتقول له انه مجنون، لانه لسه امبارح كان بيقول لها انه عمره ما هيتجوز وانه مش بيثق في الناس او الحب. فبيقول لها ان بسبب المجنون ده هي اشتغلت هنا. فبترجع في كلامها في ثانيه وبتشكره على الشغل، بس بتقول له انها هتتحمل مدير مجنون زيه ولكن مستحيل تتجوزه. وبتدخل ريم وبتلبس اليونيفورم، ويونج بيبقى منبهر انها اقنعت مون واشتغلت، وبيوريها الاقسام اللي موجوده في تشونج دام بدايه من الملعب اللي فيه كل الالعاب وممكن تتخيلها معموله للكبار. وبتشوف مون وهو بيلعب فيها، وبعد كده الصاله الاجتماعيه اللي فيها لوح كتيره جدا لها نفس الموضوع وهي الصوره الذاتيه، واخيرا كافيتيريا اعضاء النادي. فبيتقابلوا فيها وبتبقى في بنات كتير هتموت على مون، لكن طبعا هو مش عايز. وبيطلعوا بره لاستقبال الناس، لكن مون بيرفض انها تقف وبيقول لها انها محتاجه التدريب الاول، وبياخدها وبيدخلوا الاوضه في نفس الوقت. بتدخل دانا وبتسال عن ريم، وبيقول لها ان مون بيعاقبها علشان جايه تدور على عريس، ومون بيخلي ريم تغسل مفارش كتير على ما بتدخل دانا، وبتقول لها انها جايه تشوف عريس وبتديها عنوان واحده بتحقق الامنيات. وبتروح ريم علشان تنشر الغسيل وبتشغل اغاني على اليوتيوب، وبيشوفها مون وبيبقى عنده فضول يسمع اللي بتسمعه، وبياخد سماعه من ودنها وبتحاول تاخد السماعه منه، فبيقعوا هما الاتنين على الارض. وبيقوموا ومون بيبقى منبهر انها خلصت كل الشغل، وبتطلب منه انها تشتغل بره، لكن هو بيرفض وبيمشي. وهو طالع بيشوف دانا وبيروحوا مكتب مع بعض، ودانا بتساله عن علاقته بريم وانه معجب بيها وبتتحداه لو ما عندوش مشاعر يخليها ترتبط في اقرب وقت. وريم وهي مروحه بتفتكر كلام دانا عن مكان تحقيق الامنيات وان لازم تدفع $1000، وبتروح ناحيه هواجين وبتطلب منها، لكن طبعا بترفض وبتهزقها انها ازاي مصدقه الكذب ده. وبيروح من له مستشفى بيشوف ابوه اللي بياكد عليه انه دايما يشوف الستات زي الحجاره، وبيساله عن علاقته بدانا وانها لازم تكمل. فبتروح ريم للمستشفى لاختها الثانيه سوجين، وبتبقى واقفه مع دكتور زميلها اسمه كونام هون، لكن قبل ما ريم تكلمها في حاجه بتمشي علشان عندها شغل. ونام بيقول لها انها اكيد محتاجه فلوس وهو هيسلفها بشرط انها تساعده وتجيب له مقاس صباع سوجين، وبتنزل تديله خاتم سوجين وبتاخد الفلوس. وبتروح ريم للست في مكتب تحقيق الامنيات وبتساعدها، وبتقول لها تكتب امنيتها على ورقه والكون كله هيساعدها في تحقيقها. وتاني يوم الصبح بتروح ريم الشغل بدري، ومون بيقول لها انه خلص موافق تشتغل بره، وبيتريق ان مش معنى انها عايزه تتجوز يبقى هيحصل. فبتقرب منه جدا وهي بتقول له ليه بيعملها كده، لكن هو بيحس بمشاعر ناحيتها وبيبعد عنها، وعشان يخبي مشاعره بيقول لها ان ريحتها وحشه وما تقربش منه تاني. فبتتوتر ريم وبتحاول تشم نفسها، بس مش بيبقى في ريحه، وبتطلع ورقه امنيتها علشان تدعي انها تتحقق. والورقه بتطير ناحيه واحد داخل، ولما بتيجي تمسكها الورقه بتبقى على بطنه، وبتفضل بصاله باعجاب. ومن مراقب الوضع من بعيد، وبيرفع الشاب اول الورقه وبيبقى مكتوب ضخم البنيه، وبتاخد الورقه بسرعه وبتسحب معاها الزرار، وهو مش بيتضايق وبيقول لها ان فاضل له حركه وبس. وبيروح يقعد يخيط الزرار، وبيروح يونج علشان يرحب به، لكن ريم بتاخده بعيد علشان تفهمه انها عايزه هي توريه المكان. في نفس الوقت بيروح من ناحيه الشاب وبيفضلوا يبصوا لبعض، لما ريم بتشوفهم بتجري وبتقول لهم انه ضيف جديد، فبيطلب انه يونج يوريه المكان، لكن الشاب بيبقى عايز ريم. وبيروحوا يقعدوا مع بعض وبيعرفها بنفسه ان بيجدو المخرج الشهير، وهي بتبقى متابعه اعماله، وبيطلب منه عضويه المكان، وبيبقى الموضوع مش سهل، وبيطلب انها تساعده. وريم بتروح وهي متحمسه لمون، وبتكون دانا قاعده معاه وبتقول له عن العدويه، وهو بيوافق بس علشان يثبت لدانا ان مفيش مشاعر من ناحيته. وبتقابل مون مع هونج وهو خارج مع ريم، ولما بيشكروا هونج على موافقته بيطلب منه يمشي مع انه خلص. وبيخرج هونج وريم معاه وبتوصله للعربيه، وبيطلع وراهم، ولما بتشوف ريم بتساله هو طلع ليه، وهي مقربه منه فبيزقها، وبيقول لها انه قال لها ما تقربش منه علشان ريحتها وحشه. فبيمسكها هونج قبل ما تقع وبيقول لها ان ريحتها جميله، وبيبقى شعرها جوه بقها، فبيشيل شعرها من بقها وبيديها مصاصه تاكلها بدل شعرها. وبيتفقوا انهم هيتقابلوا في حفله الترحيب بيه كعضو جديد في تشونج دام، ومون بيتضايق وبيقول لها انها لازم تجهز للحفله. وبيروحوا ناحيه الصاله الاجتماعيه وانها لازم تغير كل اللوح اللي فيها، وبيديها كارت الرسام، والموضوع هيبقى القاء الغلط، ولو ما خلصتش مش هتحضر الحفله. وبتتقابل ريم مع الرسام ومعاها باقي اللي شغالين معاها في المكان،
وبيقنعوا الرسام إنه يخلص كل الشغل. وتاني يوم الصبح بتوصل أول لوحات من الرسام، وفي نفس اليوم بالليل بتيجي مكالمة ريم من نام وبيقول لها إن سوجين رفضته، فبتقول له إن سوجين بتحب أمها جدا واللي بيهتم بأمها هتحبه. وتاني يوم الصبح ريم بتقف على سلم علشان تعمل لمبة، وبيجي هونج بيحط رجله على السلم وبيشيلها بينزلها، وهي بتعجب بيه زيادة وهي فرحانة علشان تعمل له مشروب اللي طلبه. لكن بتجيلها رسالة من الرسام إنه مش قادر يكمل رسم، فبتجري المكان وبتلاقيه في الشارع، وأول ما بيشوفها بيجري منها لكن بتمسكه وبتتكلم معاه لكن بيرفض يكمل الرسم، وبتقرر إنها تكمل الرسم مكانه وبترسم لوحة وبتحطها في الصالة. ويوم الحفلة الصبح بيروح مولد شونجدام وبيشوف تحضيرات اللي عملتها ريم وبيوافق إنها تحضر الحفلة. وبالليل بتوصل ريم وأول ما مون بيشوفها بيفضل متنح لها، لكن هي بتروح لناحية هونج وبيلفوا سوا في الحفلة، وبيقف قدام لوحة اللي رسمتها ريم وبتعجبه وهي بتقول له إنها رسمتها وبيطلب منها ترسمه مرة. وبيطلعوا وبتبقى في واحدة في الحفلة اسمها رينا، بنت واحد من عيلة كبيرة، وعلى نفس الترابيزة موجودة دانا، ورينا بتعبر لهونج عن إعجابها بيه. وأول لما بيعرف هي بنت مين بيعاملها معاملة بطريقة حلوة قوي، ولما بتسأله عن ريم بيقول لها إنه عارفها هنا وهي بتساعده. ورينا بتحب تقلل منها وبتطلب منها مشروب ريم بتجيبه وبتديهولها، فرينا بتزقها وريم بتقع فبتمسك في رينا وبيقعوا هما الاتنين. وهونج بيدي منديل لرينا وبيقومها الأول وبيقول لها إنها هتنظف المكان وهتمشي وتسيبها في حالها، وبيمد إيده الريم لكن مون بيزق إيده وبيقومها وبتتعصب دانا وبتضربه بالقلم وبتمشي. وبيروح مله مستشفى بيشوف أبوه اللي بيأكد عليه إنه دايما يشوف الستات زي الحجارة، وبيسأله عن علاقته بدانا وإنها لازم تكمل. فبتروح ريم للمستشفى لأختها التانية سوجين، وبتبقى واقفة مع دكتور زميلها اسمه كونام هون. لكن قبل ما ريم تكلمها في حاجة بتمشي علشان عندها شغل، ونام بيقول لها إنها أكيد محتاجة فلوس وهو هيسلفها بشرط إنها تساعده وتجيب له مقاس صباع سوجين، وبتنزل تديله خاتم سوجين وبتاخد الفلوس. وبتروح ريم للست في مكتب تحقيق الأمنيات وبتساعدها وبتقول لها تكتب أمنيتها على ورقة والكون كله هيساعدها في تحقيقها. وتاني يوم الصبح بتروح ريم الشغل بدري، ومون بيقول لها انه خلص موافق تشتغل بره، وبيتريق ان مش معنى انها عايزه تتجوز يبقى هيحصل. فبتقرب منه جدا وهي بتقول له ليه بيعملها كده، لكن هو بيحس بمشاعر ناحيتها وبيبعد عنها، وعشان يخبي مشاعره بيقول لها ان ريحتها وحشه وما تقربش منه تاني. فبتتوتر ريم وبتحاول تشم نفسها بس مش بيبقى في ريحه، وبتطلع ورقه امنيتها علشان تدعي انها تتحقق، والورقه بتطير ناحيه واحد داخل، ولما بتيجي تمسكها الورقه بتبقى على بطنه وبتفضل بصاله بإعجاب. ومن مراقب الوضع من بعيد، وبيرفع الشاب أول الورقة وبيبقى مكتوب ضخم البنية، وبتاخد الورقة بسرعة وبتسحب معاها الزرار وهو مش بيتضايق، وبيقول لها إن فاضل له حركة وبس، وبيروح يقعد يخيط الزرار وبيروح يونج علشان يرحب به، لكن ريم بتاخده بعيد علشان تفهمه إنها عايزة هي توريه المكان. في نفس الوقت بيروح من ناحية الشاب وبيفضلوا يبصوا لبعض، لما ريم بتشوفهم بتجري وبتقول لهم إنه ضيف جديد، فبيطلب إنه يونج يوريه المكان، لكن الشاب بيبقى عايز ريم، وبيروحوا يقعدوا مع بعض وبيعرفها بنفسه إن بيجدو المخرج الشهير، وهي بتبقى متابعة أعماله وبيطلب منه عضوية المكان، وبيبقى الموضوع مش سهل وبيطلب إنها تساعده. وريم بتروح وهي متحمسة لمون، وبتكون دانا قاعدة معاه وبتقول له عن العضوية وهو بيوافق بس علشان يثبت لدانا إن مفيش مشاعر من ناحيته. وبتقابل مون مع هونج وهو خارج مع ريم، ولما بيشكره هونج على موافقته بيطلب منه يمشي مع إنه خلص، وبيخرج هونج وريم معاه وبتوصله للعربية، وبيطلع وراهم. ولما بتشوف ريم بتسأله هو طلع ليه، وهي مقربة منه فبيزقها وبيقول لها إنه قال لها ما تقربش منه علشان ريحتها وحشة. فبيمسكها هونج قبل ما تقع وبيقول لها ان ريحتها جميلة، وبيبقى شعرها جوه بقها، فبيشيل شعرها من بقها وبيديها مصاصة تاكلها بدل شعرها. وبيتفقوا انهم هيتقابلوا في حفلة الترحيب بيه كعضو جديد في تشونجدام، ومون بيتضايق وبيقول لها انها لازم تجهز للحفلة، وبيروحوا ناحية الصالة الاجتماعية وانها لازم تغير كل اللوح اللي فيها، وبيديها كارت الرسام والموضوع هيبقى إلقاء الغلط، ولو ما خلصتش مش هتحضر الحفلة. وبتتقابل ريم مع الرسام ومعها باقي اللي شغالين معاها في المكان، وبيقنعوا الرسام انه يخلص كل الشغل. وتاني يوم الصبح بتوصل اول لوحات من الرسام، وفي نفس اليوم بالليل بتيجي مكالمة ريم من نام وبيقول لها ان سوجين رفضته، فبتقول له ان سوجين بتحب امها جدا واللي بيهتم بامها هتحبه. وتاني يوم الصبح ريم بتقف على سلم علشان تعمل لمبة، وبيجي هونج بيحط رجله على السلم وبيشيلها بينزلها، وهي بتعجب بيه زيادة وهي فرحانة علشان تعمل له مشروب اللي طلبه. لكن بتجيلها رسالة من الرسام انه مش قادر يكمل رسم، فبتجري المكان وبتلاقيه في الشارع، واول ما بيشوفها بيجري منها لكن بتمسكه وبتتكلم معاه لكن بيرفض يكمل الرسم، وبتقرر انها تكمل الرسم مكانه وبترسم لوحة وبتحطها في الصالة. ويوم الحفلة الصبح بيروح مولد شونجدام وبيشوف تحضيرات اللي عملتها ريم وبيوافق انها تحضر الحفلة. وبالليل بتوصل ريم واول ما مون بيشوفها بيفضل متنح لها، لكن هي بتروح لناحية هونج وبيلفوا سوا في الحفلة، وبيقف قدام لوحة اللي رسمتها ريم وبتعجبه وهي بتقول له انها رسمتها وبيطلب منها ترسمه مرة. وبيطلعوا وبتبقى في واحدة في الحفلة اسمها رينا، بنت واحد من عيلة كبيرة، وعلى نفس الترابيزة موجودة
وده دانا، ورينا بتعبر لهونج عن إعجابها بيه. وأول لما بيعرف هي بنت مين بيعاملها معاملة بطريقة حلوة قوي، ولما بتسأله عن ريم بيقول لها إنه عارفها هنا وهي بتساعده، ورينا بتحب تقلل منها وبتطلب منها مشروب ريم بتجيبه وبتديهولها، فرينا بتزقها وريم بتقع فبتمسك في رينا وبيقعوا هما الاتنين. وهونج بيدي منديل لرينا وبيقومها الأول وبيقول لها إنها هتنظف المكان وهتمشي وتسيبها في حالها، وبيمد إيده لريم لكن مون بيزق إيده وبيقومها وبتتعصب دانا وبتضربه بالقلم وبتمشي. ومن بيقول لنفسه انه ما ينفعش يمشي ورا مشاعره وبيبعدها وبيقول لها تروح لهونج وبتبقى مستغربه وبتساله لو متاكد، فبيقف وبيقرب منها وبيقول لها لا مش هتروحي له، وبياخدها وبيروحوا محل هدوم وبتنقي لبس علشان المقابله وبيشتري لها لبس كتير وبيقول لها تعتبره الجنيه في قصه سندريلا وبتروح. وتاني يوم الصبح مون في مكتبه بيبقى متضايق ومحتار من مشاعر ومشاعر ريم وبيقرر يتصل بيها لكن بيكلم يونج بالغلط. وبتروح ريم على الاستوديو وبيبقوا قاعدين وبياكلوا وبيسالها عن حبها للرسم وليه مش شغاله في الحاجه اللي بتحبها، وبتقول له ان مش كل الناس محظوظين زيه انهم يشتغلوا الحاجه اللي بيحبوها، فبيقول لها فعلا هو كان محظوظ لان اهله ساعدوه لغايه لما بقى شاطر في شغله. وبيروح يقعد جنبها وبيطلب منها شغل رسم للسيناريو ليه، وبتخاف لانها ما اشتغلتش في حاجه شبهها، لكن هو بيطمنها انه جنبها فبتفرح وبتقول له انه بيتكلم زي رئيسها انها تعمل اللي بتحبه، فبيتضايق وبيشد الكرسي ناحيته وبيقول لها ما تجيبش سيرته طول ما هما مع بعض وانه معجب بيها. ومون بيقابل يونج علشان ياكلوا مع بعض، ويونج بيقول له انه عارف من صاحبه انه هونج يزير نساء وجه جنة شونج دام علشان يتعرف على بنات من طبقه راقيه، فبيقلق مون وبيقول له يطلب اللي هو عايزه على حساب الشركه وبيسيبه وبيمشي. وبيسمعوا صوت معدتهم جعانه وبيطلع شاب من ورا الكنبه في نفس الاوضه وبنعرف ان اخوه الكبير، وبيحاول هونج يخرجه بره لكن بيبتزه علشان ياخد فلوس، وبيقول انه لا هو ولا اهله دعموه ولا هو بيحب الاخراج، وانه كتب روايه مبتذله قبل كده ومستعر منها لدرجه انه ما بيتكلمش عنها. كل ده وهونج بيحاول يسكته وريم بترد عليه انه على الاقل عمل مجهود فيها مش زيه، جاي يبتزه علشان ياخد فلوس على الجاهز وانه المفروض يفتخر بيها. وهونج بيحرج جدا وبيطلب منها تمشي وهي بتقول له انه محتاج يحب نفسه ويقدرها، وبتمشي ومون بيشوفها وبترتاح انه نزلت وبيرن عليها لكن مش بترد عليه. وتاني يوم الصبح مون بيقف يستنى الموظفين وكله بيجي، ولما بتيجي ريم بتسلم عليه وبتدخل، وبتيجي دانا في نفس الوقت وبتطلب من ريم تقعد معاها وبتقول لها انها عرفت اللي حصل وبتتاسف لها وبتكذب عليها انهم كانوا متراهنين مع بعض هي ومون انه هيخليها ترتبط، بس الموضوع زاد منه قوي، فبتقول لها ريم انها مش زعلانه وهما الاتنين كبار كفايه انهم يتحملوا نتيجه افعالهم. وريم بتبقى واقفه متضايقه من كلام دانا، ومون بيسالها عن اللي حصل في الاستوديو وهي بترفض تحكي له وبتقول له انه ما يتدخلش في حياتها تاني. ودانا بتطلب من عمامها انهم يراقبوا ريم ويقولوا لها تحركاتها، وبتطلب منهم معجنات سخنه لانها متضايقه بسبب ريم، فبيقرروا انهم يخطفوا ريم علشان يحلوا المشكله، وبيروحوا للنادي متنكرين في راجل وست، وهم داخلين ريم بتعدي من قدامهم وبيعرفوا انها هي وبيمشوا. وفي نفس اليوم وريم مروحه بتكلم سون انهم هيتقابلوا في المطعم، وبيوقفوها اعمامها دانا وهما متنكرين، ولما بتقلق منهم بتطلع بخاخ الفلفل بس بترش على عينها بالغلط، وبيخطفوها وسون بتحاول تكلم ريم، ولما ما بتردش بتروح لها النادي مون وبيشوفها وهي بتسال على ريم، وبيقعدوا مع بعض لانها ما تعرفش مكانها. واعمام دانا اخدوا ريم لمكان مهجور وبيقرروا يروحوا ياكلوا وهم رابطينها وبيمشوا، وبتحاول ريم تشغل التليفون عن بعد وانها تديله امر انه يتصل بالشرطه، بس الموبايل ما كانش فاهم الامر واتصل باخر رقم رن اللي هو سون، وسون بترد وبتبقى جنب مون، ومون بيسالها على اي حاجه مميزه جنب المكان علشان يعرف يروح لها، ومون بيركب عربيته علشان يدور على ريم، وبنعرف انه اتخطف هو صغير. واعمام دانا بيرجعوا تاني وبيهددوها انها لازم تمضي انها تسيب الشغل او هيحلقوا لها شعرها زيرو وما فيش حد هيبص لها. في الاول بترفض لكن لما واحد فيهم بيشغل المكنه هي بتخاف وبتوافق، وبيدخل مون على اخر ثانيه وبيضربهم هما الاتنين وبيقع على الارض، وبيروح لها وبيحضنها لانه كان خايف عليها. ومن أول ما بيهدى بيفكها، وريم بتربط الاتنين في بعض وبيقلقوا جدا وبيقولوا لمون إنهم أعمام دانا ويحلوا المشكلة بعيد عن الشرطة، فبتقرر ريم إنها تنتقم لنفسها وبتحلق شعر حواجبهم بالمكنة وبتهددهم لو حصل لها أي حاجة هتتهمهم، وبيخرجوا من المكان هي ومون بيحاول يطمنها وهي بتعيط وبتضربه لأنه السبب، وهو بيسيبها تطلع غضبها، وبيركبوا العربية مع بعض وريم بتشكره إنه أنقذها وبتسأله عارف منين المكان كأنه اتخطف قبل كده، فهو بيقول لها إنه فعلا اتخطف من مربيته، ولولا الشمسية اللي معاه دايما ما كانش عارف يهرب، وإن كل ست في حياته خانته علشان كده مش بيثق في حد. وبيوصلها لبيتها وبتطلع ريم وبتشوف هو جين، بتقول لها إنها باعت العيلة وقالت لنام طريقة ازاي يقرب من سوجين قصاد فلوس، وهو أصلا بتاع بنات وكان عايز يتجوز بدكتورة علشان المركز الاجتماعي. ولما بتتكلم ريم إنها أصلا مش من العيلة ولا عمرها كانت منها، فبتقول لها وانج إنهم ما عرفوش يربوها، فبتأكد ريم على كلامها وبتضربها وجن بالقلم إنها لو شايفة كده يبقى بلاش تقعد معاهم، فبتدخل ريم أوضتها وبتقفل الباب.
وبيروح مول لدانا وبيقول لها ان اعمامها خطفوا ريم، وهي مش بتنكر وبتقول له انه عارف اصل عيلتها وهو السبب، فبيهددها مون انها لو قربت لريم تاني هيبقى ليه تصرف تاني وبيمشي. وبتلم ريم شنطتها وبتروح لبيتهم القديم، بس مش بيبقى مناسب ان حد يعيش فيه وخصوصا في الشتاء. ودانا بتدخل جوه متعصبه، وعمامها بيوصلوا وهم راسمين حواجبهم بقلم، وبتسال عن المعجنات وهم بيدوها لها وبترميها وهي متعصبه وهم بيجروا من قدامها. وتاني يوم الصبح مون بيجهز للتدريب للدفاع عن النفس في المكان، وبتوصل ريم متاخره وبتتدرب مع مون، وبيجي هونج وبيقول لها انهم قضوا وقت جميل قدام مون، وهي بتستغرب لان ده ما حصلش، وبتستاذن مون وبتروح تقعد معه وبيطلب منها انهم يرتبطوا. وريم بتفضل تفكر هي متاكده من حب مون ليها، لكن هو ما عبرش، وبالنسبه لهونج فهي مش عارفه سبب لعرضه. وبيجي مون وهي بتفكر وبتقول له انه هونج قال لها بشكل صريح لانه راجل حقيقي، فبيقول لها برضه مفروض تاخد بالها لانه ممكن يبقى منافق او مخادع. فبتقول له انها بتفكر لان كمان الواقع غير الخيال، ومفيش راجل من طبقه اجتماعيه عاليه هيقبل بيها. وبتساله هو ممكن يقبل، فبيقول لها انه هيقبل عادي والطبقات مش الفرق الكبير. فبتقول له انها انتقلت لمكان فقير جدا هو هيعرف يعيش فيه، وبتتحداه انه يقعد يوم هناك وهو يقبل التحدي. وبيروحوا مع بعض لبيتها اللي اتنقلت له، وبنعرف ان البيت اللي كانوا عايشين فيه قبل ما ابوها يتجوز هوانج مون بيبقى معاه حاجات التخييم، وبيجهزوا عشاء وبياكلوا مع بعض. ومن بيقول لريم انها تبطل تشوف نفسها وحشه، وبياخد حاجه من قدام عينها كانها رؤيتها لنفسها علشان تشوف نفسها الحقيقيه. وبعد كده دانا بترن عليه لكن هو مش بيرد، وساعتها بتشوف ريم ان ممكن يكون سبب ان ما اعترفتلهاش بمشاعره وظروفه مش فارقه والطبقه الاجتماعيه، وده خلاها فرحانه. وهواجن بتقابل نام علشان تضربه على اللي عمله لسوجين، وانه جاب حاجات علشان يقنعهم، لكن هو بيقول لها ان اللي جابت كل الحاجات دي ريم، واصرت انه يفهمهم انه هو اللي جابهم. فبتضربه لانه كذب، وبتقول له انها ربت ريم كويس وهترجع له فلوسه. وبعد العشاء في الاوضه اللي هيناموا فيها وهم قاعدين والجو برد، وبيجي انذار ان اليوم في تساقط تلوج وهم كده ممكن يموتوا من التلج، فبيقرروا يكملوا التحدي ده في يوم تاني. وبيروحوا البيت مون، واول ما ريم بتوصل بتقرر انها تاخد دش سخن علشان ما كانش عندها ميه سخنه الصبح، وبتملى البانيو لكن مش بتعرف تقفل الميه ازاي. فبتنده عليه وبيجي وهو مغمض عينيه وبيقفل الميه من شاشه، فهي بتبص وهي مقربه وهو بيتوتر، وبيقعوا هما الاثنين وبيقوم وبيخرج فورا. وبعد ما ريم بتاخد الدش بتلاقي رساله من هواجين انهم بيشوا لحمه ومستنيينها، وهواجين بتبقى بتشوي اللحمه وهوانج بتبقى رافضه تاكل علشان مش عارفه ان كانت ريم كلت. فبتقول لها هواجين انها كلمتها وهتيجي وبتفرح جدا، ومون بتستغرب من بعت لها رساله دلوقتي، وبيفتكر انه هونج ولما بتشكره علشان تمشي بيوقف وبيمسك حزام البرنس. ومون بيقول لريم وهو ماسك حزام البرنس انها ما تروحش لبيت هونج بالليل كده علشان ما ينفعش تروح لبيت راجل دلوقتي. فبتقول له انها دلوقتي في بيت راجل، وبتعرفه انها راجعه للبيت وان اختها طالبه الصلح وانها هتروح، وبيفرح عشانها وبيتفق معاها ان تبادل البيت هيحصل في يوم تاني، وبتمشي وبتروح للبيت بتلاقي انها اخواتها الاتنين سكرانين، وهوانج بتقول لها انها حابه تتكلم معاها، وبتسالها لو فعلا مش حاسه انهم عيله واحده. فبتقول لها ريم انها كانت حاسه كده وعشان كده كانت بتتصرف ببرود معاهم، وبيتفقوا انهم هيتعاملوا انهم عيله واحده خلاص وهيقضوا وقت حلو مع بعض. وبالليل ريم بتبقى قاعده بتشتغل على السيناريو بتاع هونغ لكن مش عارفه تركز بسبب تفكيرها في مون. وتاني يوم بيروح مون بيزور ابوه في المستشفى، وبيعرفه انه معجب بواحده لكن ابوه بيرفض وبيقول له انها اكيد بتضحى عليه وبتستغل العلاقه، وبيفكروا باللي امه عملته انها هربت مع واحد تاني وجرح ضفره علشان بيجروا ورا العربيه اللي كانت راكبها وقع واتعور. وبيروح هونج للنادي معاها واحده اسمها ليلى صنعت افلام وبتبقى لابسه شابو مغطي نص وشها. وبيوصل مون مع دانا وبياكل حاجه حلوه فيها ورقه حظ مكتوب فيها انه هيتجوز قريب، فكل الموجودين بيتوقعوا ان جوازه هو ودانا قريب. وبتقعد دانا بعيد وهي متغاظه من ريم وعايزه تخلص منها، وبتيجي رينا وبتسالها هي ليه ما طردتهاش لغايه دلوقتي. فبتتكلم دانا برقه مش حقيقيه، اكيد انها حذرتها بس ما حصلش حاجه. فبتقول لها رينا انها اكيد اتعاملت معاها بذوق علشان كده، وبتقول لها انها هتتصرف، وبتنده لريم وبتهنيها انها لسه قاعده وبتدلق ميه في الارض. فبتقول لها تمسحها، وبتروح ريم تجيب مساحه وهي بتمسح الارض رينا بتدلق ميه تانية، وبتقول لها انها خدامه وما تفكرش في مون او هونغ. وبتفتكر ريم كلام مون قبل كده انها كمان مهمه وانه ما يقبلش انها تتهان، فبتتعصب وبتقول انها مش هتسكت تاني، وبتفك عصايه المساحه وبتلفها في الهواء وهي بتقول لها انها بتنكشها وعايزاهم يتخانقوا وانها ما عندهاش مشكله انهم يموتوا. فبتخاف رينا وبيجوا هونغ وبتروح تتحامى فيه وهي بتقول له انها مجنونه، فبينزل ايديها وهو بيقول لها انها بقت مجنونه علشان تعرف تتعامل معاها وانها مش بتجري وراه وهو اللي بيحبها. ومون بيشوف كل ده من بعيد وبيمشي من غير رد فعل. وبعد شويه كلنا
الموظفين بيبقوا متجمعين وبيحكوا في اللي حصل وان ريم هتمشي وهتبقى سندريلا. ومون بيجي في نفس الوقت وريم بتقول له انها مش بتحبه ومش جواها، ومن جواها عايزه تقول له انها بتحبه هو، لكن هو بيفتكر كلام ابوه وبيقول لها انها كده بتستغل هونغ ومش صريحه، وبتتضايق منه وبتمشي وهي مش فاهمه ماله. وهو في الحمام بيدخل عليه هونغ وبيقول له خلاص يركز مع خطيبته وهو هياخد باله من ريم. ومون بيتعصب وبيفضلوا يضربوا في بعض وبيطلعوا بره وبيمسكوا في شعر بعض. وعشان يسيبوا بعض ليلى ضربت هونغ وريم ضربت منى على دماغهم. وبيروح مون لمكتبه وهو متعصب ان ريم ما وقفتش في صفه حتى لو غلطان، وهي فضلت تتخانق معاه انه قال لها انها تتعامل كويس مع هونغ وانها مش فاهمه هو عايز ايه، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل وريم مروحه هونغ بيبقى مستنيها قدام النادي ومعاه ليلى يقعدوا مع بعض في الاستوديو شويه. وفي نفس الوقت مون بيبقى قاعد بيسكر وهو بيفكر انه حتى مش فاهم من نفسه علشان هي تفهمه انه بيحبها بس خايف وعشان كده باين عليه انه مجنون. وليلى بتسال ريم عن مون فبتقول لها انها مش فاهماه ومش عارفه مسمى علاقته ايه، فبتقول لها ليلى انها لازم تراعي انه اتربى من غير ام وحب. وبنعرف هنا ان ليلى تبقى ام مون وانها ما هربتش، هي كانت بس سندريلا الفقيره وواحد غني اتجوزها وكانت بتشتغل وحماتها كانت بتكرهها فالفت عليها قصه انها بتخون جوزها وهربت معاه وقت ما جوزها كان مسافر علشان الشغل وهي وحماتها اللي طردتها. وريم بتطلب منها تتكلم مع مون لكن بتبقى خايفه. وتاني يوم الصبح ريم بتفضل طول اليوم اي حد يكلم مون ترد مكانه كانها طفله صغيره. وطلبها يكلمها بعيد وبيسالها لو بتنتقم منه، لكن هي بتقول له انها شايفاه من منظور مختلف وبتطلب منه ياكلوا مع بعض. في نفس الوقت في المستشفى سوجين بتسمع الممرضات بتقول ان نام كل يوم بيعمل بروفا مع واحده علشان يعرف يتقدم للبنت اللي بيحبها. وبعد دقايق بتجيلها رساله منه عايزها على السطح، وبتطلع بتلاقيه مجهز السطح علشان يتقدم لها وبتعرف انها ظلمته وبتوافق عليه. وبالليل ريم ومون قاعدين في المطعم وبتقول له انها عايزه تصلح وجهه نظره للحياه. وبتيجي ليلى وبتسيبهم مع بعض وبتقوم الاول مش بيبقى عارف هي مين، ولما بتعرفه بنفسها وبتقول له انها بتحبه ومشيت غصب عنها مش بيصدقها وبيبقى مقتنع انها جايه علشان عايزه ايه وبيسيبها وبيمشي. وريم بتشوفه واقف في الشارع وفتح الشمسيه وبتروح له وبيبقى متضايق وبيعيط وبيقول لها انها اتخطت الحدود وجابتها له علشان تكذب عليه وان مفيش حاجه اسمها حب. وريم بتكلمه بهدوء وبتقول له ان الحب بالحس مش بالكلام، وبتحضنه وهي بتقول له انها طول الوقت مامته بتحبه. ومون بيحس ان الحضن ده للطفل الصغير والاطمئنان وبيسيب الشمسيه تقع من ايده وبيحضن ريم هو كمان وهي بتعيط. وبيرجع مون لانه بعد ما بيهدى علشان يسمع الحكايه كامله منها. وبعد شويه بيطلع وبيمشي وريم بتمشي وراه، ومره واحده بيقف وبيطلب من ريم تحضنه مره تانية وبيشكرها انها عرفته الحقيقه. وبيروحوا للنادي وبياكلوا وبيشربوا مع بعض، ومون بيعبر عن شويه من مشاعره وانه شايف ريم انها جميله. وبعد ما بيخلصوا مون بيوصلها للبيت وبيستناها تدخل الشقه بتاعتهم علشان يبقى شافها مده طويله قبل ما يروح. وتاني يوم الصبح الاتنين بيبقوا قايمين مبسوطين وبيجهزوا نفسهم في احسن شكل وبيتقابلوا قدام النادي قبل ما يدخلوا. وفي عربيه معديه من قدامهم فيها ولد صغير بيرش عليهم ميه، فبيكون بحركه سريعه بيفتح الشمسيه وبيعرف يحمي نفسه. وريم بتطلب منه انه يديها الشمسيه وانه يعيش حياته بشكل طبيعي بعيد عن حذره اللي على طول، وبيوافقوا وبيديلها نفس اليوم. وبالليل مون بيبقى جايب هدايا وماشي بيها في الشارع ومتحمس انه يقابل ريم، لكن بيقابل دانا وبيقعدوا مع بعض في العربيه وبيقول لها ان عنده مشاعر ناحيه ريم، لكن هي بتهدده بها يا اما هتطلع عليه سمعه وحشه او تقتلها. ومون بيخاف عليها وبيسالها عايزه في المقابل. وبعد شويه في النادي بيوصل دانا ومون بيطلب من يونج يظبط ميعاد على اخر الاسبوع لفرحهم، ودانا بتطلب من ريم هي اللي تجهز الفرح. وبيجي هونغ بياخد ريم يتكلموا بعيد وبيقول لها انه هيسافر برلين وعايزها تروح معاه. وبيروح مون ودانا علشان يختاروا فستان الفرح، ومون بيبقى قاعد مش متفاعل معاها وبتكسر الحاجه وبتزعق، فبيقوم مون وبيقف وراها انها جميله وكل اللي بتعمله ده مضيعه للوقت. وفي بيت ريم بتبقى قاعده بتقرر هتعمل ايه وبتبقى شايفه ان مشاعرها ناحيه مون كبيره. ودانا بتروح لباباها وبتقول له انها قررت انها تستحق حد يحبها. وتاني يوم الصبح الموظفين بيروحوا بيلاقوا جنة تشونجدام مقفوله، ويونج بيتصل بمون بيديهم اجازه وكلهم بيبقوا فاكرين انها علشان الفرح. ويونج بينصح ريم انها تروح تقابله قبل فوات الاوان. وريم بتوصل لتحت عماره مون وبتبقى متردده تطلع تقول له، ولكن بتطلع في الاخر. ولما بيفتح لها الباب بيبقى باين عليه انه مضروب وبيعملها ببرود، فبتقلع الكوفيه بتاعتها وهي بتقول له ان الجو حر عنده، لكن زي ما هو محافظ على بروده هي عايزه تقول له انها بتحبه، فبتقول له على ان هو عايز يسافر معاها، فبيصدمها برضه انه موافق، وده اللي كانت عايزاه هو كان بيساعدها. وريم ما كانتش عارفه تستوعب اللي بيقوله، فبتساله عن معاملته معاها، فكرد انه كان بيستمتع، فبتتعصب وبتقول له انه كل ده كان بيلعب، لكن بيمسك ايديها وبيقول لها تبص في عينه وبيقول لها انه كده يبقى بيلعب، فبتضربه بالقلم وبتمشي وبتنزل من عنده وهي بتعيط. وفي نفس الوقت مون بيعيط فوق وبيفتكر اللي حصل الليله اللي قبلها. ابو دانا وعمامها ورجاله راحوا لجنة تشونجدام ومون جوه ودمروا المكان وضربوا منه علبه الخاتم بتاعته اللي جايبها الريم وقعت منه واغمى عليه. وبعد شويه جه ابوه وقال له انه حذره من الحب، فبيرد عليه مون ان امه كانت بتحبهم، فبيقول له خلاص يروح له وهو معهوش حاجه ويشوف لو هتقبله او في حد تاني هيقبله ويحبه، وسابوه ومشي. وبنرجع للوقت الحالي ومون
كلهم بيعيطوا بيقولوا إن عمل كده علشان ريم تعيش سعيدة. وتاني يوم الصبح ريم بتبقى قاعدة بتعيط وبتلوم نفسها والباب بيخبط، وبيجي لها طرد في رسمة قديمة ليها كانت في البيت الجديد، ورسالة من مون بيقول لها إنه مش شايفها سندريلا لأن المحاربة الشجاعة مناسبة ليها أكتر وإنها أقوى مما هي فاكرة. وبتفكر ريم وهي بتعيط انها من وهي صغيره امها سابتها فما خدتش الحب الكفايه وكانت مش بتعرف تعبر عنه او حتى عن زعلها، ومن تعاملها مع مون قوى عندها فكره التعبير عن الحب والزعل. وبتقوم وهي بتقرر انها مش هتستنى امير ساحر يغير حياتها، هي اللي هتغيرها. وبتجيلها مكالمه من يونج وبيقول لها ان جنه تشونج دام افلست ومون ما بقاش المدير. في نفس الوقت مون بيبقى قاعد في بيته لوحده، وريم بتروح لهونج بتديله السيناريو والتذكره وبتعرفه انها بتحب مون، وبيحاول يقنعها تكمل معه وبيقول لها انها غيرت حاجه كان بيخبيها وبيتكسف منها الحاجة بيفتخر بيها، ولو هي مع حياته كانت هتبقى أحسن، لكن هي بترد عليه إن حياته دايما هتبقى كويسة لأنه قادر يعمل كده. وبتروح البيت وبتحاول تلاقي شغل يكون تبع موهبتها، لكن بقى بتتخيل مون في كل مكان وطول اليوم بتفكر فيه، وخصوصا إنه ما عندوش شغل، وبتفكر في ذكرياتهم مع بعض وهي معها الشمسية بتاعته. وبتروح لجنة تشونج دام وبتشوف الحاجات اللي فوق بعضها في المكان، وبتشوف حركة ورا حاجاته وبتروح تضربه وبتلاقيه مون بتساعده يقوم، وبتقول له إنه خلص ما بقاش مديرها وهي عايزة تقول له إنها معجبة بيه. وبيستغرب منه بيقول لها انها ما بقاش معاها حاجه يديها لها، فبتقول له ان اداها حاجات كتير اهم خلاها تحب نفسها وتقدرها وانها عايزه يبداوا حياتهم مع بعض. وهو بيفرح جدا وبيقول لها انه كان بيدور عليه، وبيطلع من جيبه علبه الخاتم اللي كان جايبها لها ولبسها لها، واعترف لها انه بيحبها من اول يوم شافها فيه، بس خد وقت كبير علشان يعرف يقول لها. وبتروح ريم لبيتها ومعاها مون وبتعرفوا على اهلها، وبيتفقوا انه ينام الليله عندهم، وبتخش هوانج ومعاه سوجين وهو جين. وريم بتفضل مع مون اللي بيقول لها انه لسه عنده شقته بسبب القانون، بس هو حب يبات الليله معاها. وتاني يوم الصبح بيروحوا وبيفطروا مع بعض كلهم، وفي المستشفى عند ابو مون قاعد بيفكر هو بيفطر منفطر ولا لسه. في نفس الوقت بيدخل عليه مون وبيقول له ان الحب موجود زي حبهم لبعض، فبيرد عليه انهم حاله استثنائيه. فبيقول له مون ان حبيبته رضيت بيه وهو معهوش حاجه، وبما انه كده كده مطرود فهو جاب امه تتكلم معاه. وبيطلع وبتدخل ليلى، واللي اول ما بتدخل بتحضنه وما بتدلوش فرصه يتكلم. وريم بتقابل سونو وبتحكي لها عن المستجدات، ودانا بتروح لمكان تحقيق الامنيات، ووقت ما بتقول لها امنيتها بتلاقي ظرف تحت رجلها باسم شينجا. فريم بتسال دانا عنه فقالت لها انها نسيت تديها التعويذه والموضوع متوقف على القدر. فبتغير دانا رايها وبتقوم تمشي، وابو مون بيكلمه وبيقول له يمسك الشغل تاني، لكن مون بيرفض وبيقول له انه هيفتح شغل خاص بيه. وبعد اصراره قال له ان احنا هنمضي عقد وترجع ليلى، ورجعوا لبعض. وبيجي اتصال لريم من منتج انه عايزها ترسم قصه مصوره لسيناريو، وبعد 6 شهور يوم ولاده هوانج ولدت بنت، وبقت ريم عندها شغلها المستقل اللي له علاقه بموهبتها. وجنة تشوانج ده متجدد واتفتح تاني. وبكده يكون وصلنا لاخر المسلسل، نتمنى يكون عجبكم والسلام.